قناة نبض الإيمان تقدم. اسمعوا لهذه القصة أول مرة تسمعوها، وذكروا فيها أخواتكم وأمهاتكم وكل من تعول شرعا، فهي والله ليست، لو عرفتوا السبب فليست غريبة. تقول هذه المغسلة يا شيخ، جابوا لي هذه الجنازة، جنازة هذه الأم، وادخلوها على المغسلة في النقالة في النعش وحطوها على الأرض. لقيت 7 من الأخواتها وبناتها داخلين معايا في المغسلة. فاتصلت فيها قالت لي يا شيخ في 7 منهم داخلين، والجنازة المرأة ما هي بهذا الحجم حتى التخن ده حتى يساعدوها. قلت قولي لهم كذا كذا. فردت البنت الواحدة منهم قالت لها أنت مالك شغل، يعني باللهجة هذه المكوية، أنت مالك شغل، إحنا جبناك عشان تغسل أمنا، إيش لك شغل؟ منين نجي ومين نحضر ومين؟ فقلت لها خلاص دحين مو وقت نكاش، هم أنت قلتي اللهم فاشهد اللهم أخبرتيني. فتقول أول حاجة شفتها يا شيخ إنه هذول 7 3 بناتها وأقرباء خالتها ودري عمتها والمغسلة ومساعدتها. أول حاجة شفناها 9 أنفار ما قدرنا نطلع هذه المرأة من النعش إلى دكة الغسل، مسافة متر فقط ما قدروا يطلعوها. يا أم فلان قولي كلام غير هذا. قالت لي يا شيخ سوف أحاسب على كل كلمة أقول لك وهي مسجلة عندك، أنا ما همني أنت، همني الله سبحانه وتعالى اللي يحاسبني على كل كلمة أقولها. أنت قول زي ما تقول وخلي اللي يسمع يقول زي ما يقول، ما همني، لن يؤثر فيا، لكن كلامي يحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى. قصة أغرب من الخيال يا إخوان. تقول قلت لها إيش أسوي يا شيخ؟ قلت لها جيبي 3 أكفان ثياب واعمليها زي الحبل، حطي واحدة تحت رقبتها وواحدة تحت وسطها وواحدة عند رجليها، ويجوا كل 2 من جهة وتشيلوها هي في النص، تشيلوها زي كذا وتحطوها على. فعلا سووا هذه الحركة وطلعوها فوق دكة الغسل. يبغوا يعدلوها على مضبوط على الغسل على القبلة، ما قدرت. طلعت المغسلة وحطت رجلها عليها، فرشقت رجلها عليها وشالت بنفس الحبل هذا وعدلتها. ايش هو الشاهد؟ وين الشاهد؟ تقول يا شيخ بديت في تجريدها من الملابس، وانا حطيت عليها سترة قصيت عنها الملابس، وبديت ابغى اوضيها بعد ما نجيتها وكل شيء. بغيت ابغى اوضيها، وضوء الصلاة، وضوء الغسل، وضوء الجنابة، وضوء كل شيء. تقول اول ما رفعت يدها واجي بحط عليه الماء عشان اوضيها فتمسك في المغسلة، تفلت يدها من المغسلة وتمسك في المغسلة في طرف المغسلة. تقول أنا طاح المغراف من يدي ووصلت انفجعت. كيف ميتة أجي بغسلها تقوم تمسك في دكة الغسل. قلت يا أم فلان كلام هذا؟ قالت أقسم بالله العظيم والمغسلة موجودة وحية. تقول يا شيخ تمسك. قلت لها طيب إيش الحل؟ قالت تجيب لي الهلال الأحمر وتجيب لي دكتورة، أنا ما أغسل واحدة حية. يا أم فلان عشان أجيب واحدة دكتورة الهلال الأحمر فيها مسألة لي. قالت لي يا شيخ أنا ما أغسل واحدة حية، تجيب لي الآن الهلال الأحمر. قلت طيب. اتصلت بالهلال وقلت له كذا وكذا كذا. قال لي متأكد؟ قلت له نعم عندي مغسلة وأنا أتحمل الكلام. وجات الهلال الأحمر وجات الدكتورة ودخلت وكشفت على الميتة هذه. قالت ميتة حسب التقرير، تاريخها ميتة ما في. قالت أبد أشهد يشوفوا بناتها أخواتها فأنكروها. قالت لا أمي وأختنا ميتة عادية. قالت ما قصرها. فقامت بنتها هذه اللي كانت تبكي أول ما شافت ما قدروا يطلعوا أمها على الدكة، قالت لها طيب أنت أجلسي هناك على الكرسي وقولي لنا إيش نسوي نحن نسوي، أجلسي قولي لنا إيش نسوي نحن نسوي. قالت طيب ما عندي مانع، أنا ما أتحمل أغسل واحدة حية. جلست على الكرسي وجلست جنبها هذه البنت اللي تبكي، وأول ما شافوا بتقول لهم كيف يجردوا أمه ويقلبوا، والبنت هذه تصيح تبكي تصيح. فادتها مويه باردة قالت لها يعني خفي من البكاء أمي، كلام في موضع الشفقة، الاختصار كده، موضع الشفقة والرحمة. بعد ما انتهينا من الكلام هذا
جيت قلت لها يا أم فلان أسأل أختها بنت هذه اللي قاعدة تبكي إيش قصة أمها؟ كيف ماتت؟ كيف حالتها أنت شفتي كده؟ فجأت تسألها قالت لها مالك شغل، أقول لك لو سمحتي مالك شغل. قالت لها الشيخ يقول سوف أتعلق أنا وأنت المغسلة وأنا والشيخ يتعلق في رقبتك يوم القيامة، لازم تقولي لنا السبب، والشيخ ما حيفضح أمك ولا أنا أفضح أمك، بس نبغى نعرف إيش كان عملها في الدنيا. والله يا أخوان تابوا علي كثير من الفتيات وكثير من النساء تابوا على المقطع هذا واتصلوا فيها وأعلنوها توبة، وعندي تسجيل لبعض التائبات على هذا المقطع. فلما عرفت كده قالت أنا أكون غريمكم أمام الله لو ذكرت أي حاجة توضح أن هذه أمي أو اسمها كذا، أو إنه اندفنت كذا، أو صلي عليها في كذا، أو في مقبرة كذا. قلت لها طيب شوفوا البنت هذه كيف تشهد على أمها، وزي ما قال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء لهم في الأرض، في الدنيا شاهد عليها وفي الآخرة. تقول يا شيخ البنت تقول للمغسلة، تقول أمها كانت تصلي وتصوم وتحج وطيبة وكل شيء، بس فيها حاجة صغيرة قد كده. شوف كيف قالت قد الذرة. البنت بتقول للمغسلة أمي فيها حاجة صغيرة قد الذرة. شوفوا الحاجة الصغيرة هذه قد الذرة إيش هي؟ قال أمي الحاجة الصغيرة اللي فيها تعمل جميع الأعمال الخيرية كلها، لكن عندها حب اسمه النميمة، اسمه الغيبة، اسمه نقل الكلام بالناس مع بعض. أمي ما ترتاح تدخل تجي من أي فرح، تفتكر إنه في فرح زواج عند جيراننا، تلبس وتروح تتمكيج وهي ما معزومة، تروح فقط عشان تشوف فلانة إيش تسوي وفلانة إيش تسوي ثاني يوم. ووصل بها درجة الغيبة والنميمة والوقاع بالناس توقع بين أولادها وبناتها. تيجي البنت هذه تعالي بنت شوفي أبوك إيش جاب لي فلانة وشوفي إيش جاب لي فلانة. تيجي للولد تقول له شوفي إيش جاب أبوك وإيش. وتيجي من خارج المرء وهي تزغرط فرحانة. قلت أسأليها ما قدروا يهدوها. قالت والله يا شيخ جبنا لها أشرطة وجبنا لها CD وجبنا لها، خلينا مشايخ يكلموها ويرقوها. تعرف إيش تقول لهم؟ تقول أنتم ما لكم صلاح. جبنا لها جميع هذه الوسائل وتقول أنتم ما لكم صلاح، أنتم ما لكم صلاح، أنا أتخلص مع ربي. مين أنت ومين أنا ومين أنتم حتى تتقال على الله سبحانه وتعالى؟ تقول ما لكم شغل، أنا ربي حاسبني ما يحاسب، مو أنتم تحاسبوني، مو أنتم تحاسبوني. تنقل كلام وصل فيها إنه حاولوا يجيبوا لها المشايخ كلموها، تقول تسمع حاضر طيب أبشر وترجع تاني. تفرح ما تنام إلا لازم تكون وقعت بين، وصل بها توقع بين أخواتها، بين زوجات ضرتها، بين أولادها، بين بناتها. أشوفوا كيف كانوا. قلت لها بس خلاص قولي لها مع السلامة. شوفوا كيف كانت متمسكة في الدنيا، متمسكة في الدنيا، ما تبى تتغسل، ما تبى تموت، ماسكة في الدنيا. تروح على الزواجات والأفراح بدون عزيمة، ما قلنا حاجة، الفرح مفتوح لحيط، لكن تروحي عشان تختاري فلان وتختاري فلان. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة.